جودي، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابة بقت فص ملح؟ مش هنتعلم. طب وانتي اصلا بتكتبي بالورقة والقلم اكتر ولا على الموبايل؟ لا، بحب ورقه وقلم، بس لو ما لقيتهمش بدخل على الموبايل على طول. مريم، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابه بقت فص ملح؟ حاسه مش هيبقى في تاريخ وحضارات، مش نعرف الناس اللي قبلنا كانوا بيعملوا ايه وكده. طب وانتي بتستخدمي اكتر الورقه والقلم في الكتابه ولا الموبايل؟ الموبايل اكتر كتير يعني. جنة، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابه بقت فص ملح؟ ككونتنت رايتر مش هلاقي شغل. طب وانتي بتستخدمي اكتر في شغلك ورقه وقلم ولا الموبايل؟ ورقه وقلم، بحب اشخبط. ندى، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابه بقت فص ملح؟ مش عارفة اكتب في البلانر بتاعتي. طب وانتي في العادي بتكتبي بورقه وقلم ولا على الموبايل اكتر؟ ورقة وقلم، بس يعني الاتنين هيختفوا، فلا لا وحشة. شهد، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابه بقت فص ملح؟ حاسه فنون كتير قوي هتختفي زي الشعر والمسرح والكتابه عامه. طب وانتي بتستخدمي اكتر الورقه والقلم ولا الموبايل؟ لا، الورق والقلم. ثانية واحدة. نعم، تفتكري ايه اللي هيحصل لو الكتابه بقت فص ملح؟ حاسة ان انا مش هعرف اطلع مشاعري تاني في الورقة والقلم. انا بحب قوي قوي اجوين الحاجات اللي بفكر فيها وافكر ما بيني وبين نفسي كده انا والورقة. يعني انت كده بتحبي تستخدمي اكتر الورقه والقلم ولا الموبايل؟ انا بحب استخدم الورقة والقلم، بس للاسف الحياة بتخليني استخدم الموبايل اكتر، بس انا بحب الورقة والقلم اكتر.